السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم على موضوع ازاي تحسن المستوى في الفرد الحمام مثلا الكشك. تمام. أول حاجة هتعملها طبعا يعني هتستحسن يكون قص ذكر وانتاية، يكون فيهم دم وشايلين دم يكون كويس. تمام، لأن في حد من المتابعين كان كاتب لي كومنت اللي هو ايه ازاي نحسن من مثلا مستوى الحمام الكشك او اي حمام. الكلام اللي انا اقوله ده هينطبق على الكشك او على اي حمام تاني يعني. تمام. هي في حركه كده بتتعمل، تمام، ولا هي لا سر ولا حاجه يعني، بس برضه حركه بتتعمل. الحركه دي عباره عن ايه؟ تستحسن يكونوا قص، يكونوا جامدين، يكونوا كويسين. يعني لو هنتكلم مثلا على مواصفات، هو الحمام ده برضه كويس وكل حاجه، بس في حمام اشد. اهو هتجيب مثلا حمامتين يكون عظمهم مثلا يعني بالشكل ده كده. تمام. اهم حمامتين يكونوا بالمنظر ده كده. تمام. ده الذكر ودي النتاية. تمام. طبعا هما مش باينين قوي، بس ممكن عادي ايه نوضحهم يعني. اللي غاوي الباب ده وفاهمه، هو الحمام النتاية دي بتقلش. اللي غاوي الباب ده وفاهمه يعني هيفهم الكلام اللي بنتكلم عليه. تمام. هتقوم جايب ذكر وانتهى زي دول. هتعمل ايه بقى؟ اول حاجه هتسيبهم يطلعوا اول جيل. اول جيل ده اللي هو يعني زي ما بيقولوا كده اول عش. تمام. اول عش ده هتسيبه، مش هتيجي جنبه. تاني عش هتسيبه، مش هتيجي جنبه. تالت عش اللي هو الجيل التالت. تمام. هتسيبهم يكبروا ويشبوا كده، وهتدي الواد لسته. تمام. والبت لجدها. تمام، اللي هو اللي كانوا الاولانيين خالص. هتدي تالت جيل الواد لسته والبت لجدها. تمام. لما تعمل كده، انا معرفش حاجه علميه عنها علشان ما حدش يقول ايه، انا بقول لك عن تجربه وامر واقع حصل معايا وجربته بدل المره 10. تمام. لما بتعمل كده، انا من وجهه نظري انت كده ايه بتقوي السلاله او بترد الدم لبعضه. ما حدش بقى يجي يقول لي انت بتحرق دم ولا انت الحمام ده ما ينفعش يترد على بعض. انا بقول لك على حاجه حصلت معايا وفعلا يعني الحمام استجاب ليها وطلعوا حمام كان كويس، والحمام طلع شكله كويس. بس لما تعمل الحركه دي هتدي الجيل الثالث للجيل الاول اللي هو الاب والام. هتدي الواد لسته والبت لجدها من الجيل الثالث. لما تعمل كده هتلاقي الحمام بدأ ايه عظمه يتحسن معاك. كل ما تعمل كده هتلاقي الحمام عظمه يتحسن معاك. في الوقت ده هيجي الحمام كله ايه قاطع 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 قاطع. هتلاقي عظمه بدأ يقطع معاك ويبقى شكله كويس وهيبقى فيه قصافة وايه ويتظبط معاك. هتسكت؟ لا، هتبدأ تستحسن من الحمام ده حمام تاني يكون عظمه كويس وشكله كويس وفيه تناسق وواقف وقفه ممشوقه، وفي بيبان منهم كده تلاقيها واقفه على طراطيف صوابعها وواقفه كده ايه عامله زي الانتيكه. دي برضو البيبان اللي تخليها. وكل حمامايه تبص على محاسنها ايه وتشوف الدرجات بتاعتها، لان مش اي كشك مثلا ان هو ايه تاخده انت تربيه كده وخلاص. لا، يعني ممكن يعني دايما تبقى الدماغ دايره جايه بالصداره كامله وليها قوره، وما يكونش ليه طرطور، يكون ليه دبوس، وعظمه عامل زي الصافي كده ملفوف، ما يكونش ساقط، يكون طالع من النافوخ من فوق وملفوف. تمام. ويكون الحمامية حجمها صغيرة، لأن كل الحاجات دي مع الوقت بتتورث. زي بيبقى في بطحة في الدماغ فوق هنا، مش في القورة، بطحة دي مهما ان الواحد برضه عمل بتفضل موجودة. ما بتعبش فرد الحمام جامد، بس أنا واحد من الناس ما بحبهاش. تمام. مهما فضلت في الحمام، الحمام بيفضل كل شوية يتورثها يتورثها يتورثها. تمام. واهم حاجه بقى وانا بتعجبني في فرد الحمام الكشك بالذات ان هي يكون عينه مفسخه، تكون عينه عامله زي الجعفري، ماليه عينيه كلها وعينيه فيت او واسعه زي الحمام بتاع زمان. انا ما بقتش اشوف الحمام ده، ما اعرفش راح فين. تمام. الحاجات دي كلها بتدي شياكه واناقه لفرد الحمام. فانت تستحسن المواصفات دي كلها، وتستحسن الحمامه اللي تكون صغيره وشرابها كبير، لان الشراب برضه بيديها سنه انتيكه. تمام. هتبدا انت تعمل الموضوع ده كله وتظبط في الحمام، وهتستحسن ذكر وانتايه وتوقفهم جنب بعضيهم يكونوا من الجيل الثالث اللي هو الانتاج اللي انت جوزته من الجيل الثالث للجيل الاول. وتعمل العمليه تاني هي. ممكن تيجي برضو وتقوم مخليهم يخلفوا
والجيل الاول والتاني والتالت تسيبهم وتقوم جايب الجيل التالت تقوم رده. الكلام ده كله هياخد وقت، بس بعد كده هيدي معاك مردود يكون كويس. في حين اللي انت بتعمله ده اللي هينجحك ويسقطك فيه التحضين. التحضين اذا كنت انت مش عامل ارضيه لنفسك كويسه في التحضين، واذا كنت انت مش مظبط التحضين، انسى ان الايه، ان الموضوع ده معاك يتم. تمام؟ هتيجي تقول لي طب ازاي انا اعمل تحضين ابقى ايه عارف يعني ايه يكون تحضين مظبوط، او ان انا عارف ان هو يكون هيظبط معايا الكلام. هقول لك انا تجربتي اللي انا بقولها برضو، كنت جايب سكه 60 قص يمنيات وشقلباظيات وباكستانيات. ال60 قص صفصفتهم على 40، وال40 في حاجات منها بعتها برضو وخليتهم 20، وال20 سبت منهم 10. ال10 دول انهي بقى؟ لا فرد حمام فيهم تيجي تبص تلاقيه مطلع البيض بره الطاجن ورائد على الهوا، ولا تيجي تبص تلاقيه دايس على زغلول وموته. دي العيوب، هنقول العيوب والمميزات. ولا تيجي تبص تلاقيه اول ما الزغلول يبدا يدبس يوم هو سايبه وماشي، لا. تمام؟ ولا تيجي في مره من المرات تيجي تبص تلاقي فصل الشتاء دخل عليهم وبيعملوا نفس المعامله بتاعت الصيف ويقوموا من على الزغلول وهو لسه بايه بيدبس، او هو لسه لحمه حمراء. او تكون النتايه حاميه على الزغاليل، او يكون يعني يعني حنينه جامد على الزغاليل، تقعد تضرب في الذكر لحد ما يقعدوا يضربوا في بعضهم الذكر والنتايه وتخربش الزغاليل وتموتهم ويقعدوا هما الاثنين في خناقه مع بعض. دي من كتر الحنيه زي القطه اللي بتاكل عيالها كده. تمام؟ كل الحاجات دي استبعدتها في اللي بعته وفي اللي ذبحته وكلته، يعني ما ايه اتخلصت منه عشان برضو ايه ما يبقاش عندي حاجه من الحاجات دي. المميزات بتاعتهم بقى واللي سبتهم كان انهي حمام؟ الحمام اللي هو انا مش شاغل دماغي بيه، عارف زي ما يكون عندك كده واحد ايه انت واثق فيه، سايب له امانه معاه وعارف ان هو مهما حصل هيصون الامانه، يعني هيصونها هي كده. تمام؟ اجي ابص على الزغلولتين الاقي الحماميه هي اللي اول ما الزغاليل بس حتى تبقى لسه عرقانه لسه خارجه من البيضه، ابص الاقيهم هم بداوا يزقوهم وهم بداوا ياكلوهم والعمليه معاهم بقت زي الفل ومفيش اي مشاكل. ده التحضين، وانا عارف ان مفيش حد اتكلم على اليوتيوب خالص على الموضوع ده بالتفصيل. تمام؟ دي التحضين اللي انت تبقى واثق فيها 100%. تمام؟ حمامايه اول ما بيطلع الزغلول تلاقيها هي بتاكله، كل شويه تطمن عليه، الذكر والنتايه تلاقيهم هما الاثنين قاعدين جوه الطاجن اول ما الزغلول ما يفقس ويقعدوا ياكلوهم ويشربوهم. يعني بص بيبقوا كانهم قاعدين في رعايه مركزه. تمام؟ لان في من الاكشاك بيطلع اللي مستواه جامد بيطلع بص حاجه ايه مش باينه خالص، بتبقى حاجه ممكن يموت وبيبقى مشقوف وحالته بالبلع عشان مستواه بيبقى قوي. كل ما مستواه قوي بتبقى مناعته ضعيفه. تمام؟ فاحنا اللي هيصد معانا في الموضوع ده الحضان. تمام؟ اللي هيصد معانا في الموضوع ده الحضان. فانت تستحسن الحمام ده كله اللي هو اللي بيظبط الزغاليل ولاده دول وبيظبط الحاجات دي كلها، وتبدا ان انت تسيبه وبيكون حنين على الزغاليل، وكل ما تحط للنتايه ايدك ولا حاجه تقعد تضرب فيك كل الحاجات دي هتسيبها. تمام؟ ال10 تجواز اللي احنا جبناهم اللي صفصفنا عليهم اللي كنا بنتكلم عن المميزات والعيوب بتوعهم دول، هتبدا ان انت بعد ما تعمل الموضوع ده كله تسيب عيالهم وما تستعجلش، تسيب عيالهم يطلعوا. يعني لو هم 10 تجواز هتلاقيهم طلعوا لك 8 تجواز، المره اللي بعدها 7 تجواز، المره اللي بعدها 9 تجواز، تسيبهم يطلعوا لحد ما تعمل على قد ما انت امكانياتك تكفي وعلى قد ما المكان بتاعك يسيع، تبدا ان انت تسيبهم الحمام ده كله. تمام؟ وما تسيبش فرد حمام او عادي، يعني بص دي بنظرتك انت، ما تسيبش فرد حمام يقعد 4 سنين او 3 سنين مع بعض. تمام؟ يا اما تتخلص منه او تديه لحد لو هو بدا ياثر معاك، لكن لو هو صامم سيبه عادي مفيش مشاكل. وكل سنه عشان ما تخسرش البتاع ده، حسيت ان انت الدنيا معاك مستريحه وعارف تكلفهم، خليهم يطلعوا وش. يعني وقف الحمام الكشك مثلا او حمام الشقلباز او اي حمام زينه انت بتربيه او غزار او اي حاجه، وقفهم وسيب الحضان ده يطلع وش ليه. تمام؟ انت كده زي ما بتقول بتعمل ايه، احلال وتجديد، يعني بتحل القديم وبتجدد في الجديد اللي هو اللي هيبقى طالع. فانت بتعمل زي نظام ايه، مفيش حاجه هتقف معاك ابدا، كل مثلا ما مجموعه تقف معاك هي مره في السنه ومش هتخسرك في حاجه، هتطلع القديم وتسيب الجديد اللي انت حاسس ان هو بدا يقل معاك او ان هو ما يبداش يشتغل، يعني اللي هو ما بيزقش بنفس الكفاءه بتاعت الاول. لان انت لو جبت واحد عنده 50 سنه
مش هيجري بسرعه شاب عنده 20 سنه، حتى لو كان عنده خبره عامله ازاي. تمام، ده جهد، ده جهد وعمر يعني. تمام. دي كانت الايه المغزى من الحلقه بتاعت النهارده. ولو في اي حد برضو محتاج اي حاجه يكتب لنا كومنتات واحنا هنرد عليها. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.